مساء الفل على كل حبايبنا في كل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. دي قناتكم الحمام مع العمده، وهكون معاكم باذن الله رامي العمده. النهارده هنعرض مع بعض مجموعه زغاليل هم لسه تحت الحضان. هنشوف كل زغلول فيهم هل ان هو كده حجم مناسب بالنسبه لعمره ولا محتاج ان احنا نتدخل، وبرضه هوريكم الفيتامينات اللي بنديها له كل يوم وايه الكميه المناسبه لحجم كل زغلول. خليكم معايا. ده زغلول عمر 15 يوم كده، ده عمر 15 يوم. ده زغلول ملطي 15 يوم. الزغلول معدي دلوقتي، الزغلول ده معدي نص كيلو. طبعا ادي اكل تمام، ريشه مظبط تمام كده، ده مش محتاج حاجه. بس هنشوف مع بعض هنعمل معاه ايه. احنا قلنا الفيتامينات بتاعت كل يوم. الازازه دي انا عملت عليها فيديو قبل كده، ده بيبي فيت ماشي. طبعا انا بحفظ هو بياخد قد ايه كل يوم. احنا قلنا في الاول ان احنا بنبدا معاه بنقطه لحد عمر شهر بياخد 3 نقط، بس انا كده بالحجم الزغلول ده هو المفروض كده بياخد نقطتين ماشي. ده زغلول تاني، ده نفس العيش. هو انا يعني الحمد لله انا بحاول ادرب الحمام على الاكل احسن ما اشغل نفسي انا بالتاكيل. ما بحبش شغل بقى نجيب الميكس ونفضل ناكل وميبقاش ورانا احنا حاجه غير التاكيل. طب ما احنا ممكن نسيب التاكيل، يعني بيقولوا ادي العيش لخبازه. ادي الحمام عندي، ادي الحمام ماكل وماكل الزغلولين تمام وهيلحم، يعني هي الطيره قاعده عشان تحصي. طب انا ايه اللي يخليني اروح اعزل واكل انا وهم القص نفسه بتاعه بياكل ولاده وفي نفس الوقت هيحصي؟ طالما القص احنا مظبطين ان هو بياكل كويس ومدربينه على التاكيل. انا هوريكم حاجات دلوقتي ما عندهاش 2 بس. خليكم معانا كده. ده مثلا ده زغلول ماشي، القص ده عنده 3 بس، ال3 طبعا مش ولاده. ده عمر مثلا حسبة 6 ايام كده. ده لحد دلوقتي بياخد نقطة واحدة بس، ياخد نقطة بيبي فيت. ده اخوه تمام. طبعا ادينا شايفين التأكيل، طبعا مش محتاج ان احنا نتدخل ولا غيره. هي برضو نقطة البيبي فيت. بس طبعا احنا بنبص على الزغاليل دي كل يوم. ده مش ابنهم، ده زغلول، ده تالت. مش انا اول يوم احطه عندهم النهارده. طبعا فرق الزغلول واضح. ده بقى محتاج ان احنا، ده احنا غصب عننا. انا ما بحبش اكل بايدي، بس حاجه ده غصب عني لازم الاهالي ما اكلهوش وسابوه. فطبعا انا رحت خدته عشان ادفيه، لان العمر ده مش هينفع يعيش وحده، لازم حاجه تحضنه تحتيه عشان الدفى. ده برضه هياخد نقطه ونديله حبه ميكس كده، مع ان هو اكل كويس. بس انا هسيبه شويه، اسيبه يهضم اللي فيه ده، لان هو ده عمره فطام. دي زغاليل طبعا احنا هم ادينا شايفين. ادي الزغلول حجمه تمام، ريشه تمام مظبط. دوت بياخد 3 معانا، ده يتفطم بكره ولا بعده. 3 نقط. ده برضو حاجات كلها جميلة ومناسبة جدا لسنها اهو. برضو ياخد 3 نقط على السريع معانا كده. كل يوم بنشوف الزغاليل واحوالها ايه، وصلت لحد فين، فيها مشكلة ولا لا. ده زغلول عمر 17 يوم.
برضه تمام، مش محتاج حاجة غير هما هنديله النقطتين بتوعه. ده نفس السن 17 يوم أو 15 اهو، أحجام جميلة. ده معدي نص كيلو، ده لحد ما يوصل 30 يوم بيكون الزغلول ده في حدود كيلو. دول زغاليل المفروض ان هم يعني اتفطموا امبارح. ده زغلول كيرنو بس طبعا ده فرد عصبه حلو الحمد لله. ده زغلول كيرنو وزنه في حدود 700-800 جرام. ده اتفطم امبارح زي ما احنا سامعين لسه صايم. اديله 3. ده فرد زاجل اكتاف تمام، ريشه زي الفل، صحته تمام، ادي صدره ودي اكل 100. مش محتاج اي حاجة غير ان احنا الفيتامينات اللي بنديها له عشان خاطر يقدر يسد معانا في الامراض بعد كده واحدة مع بعض. ده زغلول ملط تحت قص زاجل، بس طبعا تحت القص الزاجل انا مقدرش احط اكتر من حصواية واحدة بالنسبة للملطي. ده عمر 20 يوم. الفرد ده بيعدي الكيلو و100 لما بيوصل عمر 30. وريتكم اخوه قبل كده. ده 3 عشان فرد تقيل. برضه زغلول واحد تحت الملطي، تحت الزاجل، بس ده ملطي. اديك شايفين لسه الزغب الاصفر كتير ازاي، فباين سنه لسه قوي. وبص حجمه عامل ازاي. ده برضه هنديله 3 ونسيبه يكمل. يا جماعة مهم قوي المتابعة اليومية للزغاليل. اصفر اسباني طبعا حجمه باين قوي بالنسبة اللي انا بمسكه، وانا بربي تقيل اساسا وبميل للتقايل. ده 2 فرد زاجل طبعا باينه الاحجام قوي. بصراحه لما بمسك التقيل وبمسك الحمام ده مع انه احجامه حلوه بس بحس انها عصافير. على السريع كده واحده واحده والصراحه الموضوع يا جماعه متعه. ده فرد زغلول زاجل تاني، هرشه تمام وكل حاجه فيه تمام. ده زغلول زاجل اتفطم برضه امبارح. 3 دول برضه قص ملطي. دول قص ملطي، دول عمرهم اسبوع بالظبط، اسبوع. ندي كل واحد نقطة لحد 2-3 بعدين نزود نقطتين. في حد بيسأل هو هل ان الكلام ده بيفرق؟ لا بيفرق جامد، بيفرق جامد في رفع المناعة، في الريش، في الحجم، في كل حاجة، في الهضم. الأحجام وخصوصا الحاجات التقيلة دي بتبقى محتاجة اهتمام زيادة شوية، محتاجة حاجات تحفزها ان هي تهضم، حاجات تحفزها انها لما تتفطم تاكل وتجوع. وحتى هي من قبل ما تتفطم هي نفسها لما هتجوع مش هتبتدي تزن على الاهالي، هتاكل من الاهالي تاني وهتخلي الاهالي ياكلوها. لكن الزغلول اللي بيبقى نايم، الزغلول اللي هو بتلاقيه عنده حالة خمول ده، حتى بنلاحظ الموضوع ده لما يكون في واحد شقي وواحد تاني هادي. نلاقي الشقي حجمه فار وهب مرة واحدة والتاني حجمه بيصغر، لان هو على حسب ما الزغلول يصحصح ومناعته تزيد ويفوق كده على حسب ما هيقدر ياكل. ده زغلول روماني
نقول بسم الله ما شاء الله على كل حاجة فيه، مستواه، لونه، والتأكيل. بصوا يا جماعة، ده فرد ما كملش اسبوع على ايدي الاتنين. طبعا التأكيل باين اهو، ماشي. الفرد طالع لونه اصفر وريشته غريبة قوي، ريشته اصفر محمر سنة. طبعا الرومان احنا اتكلمنا في مواصفاته، ادينا شايفين العظمة وكل حاجة باينة فيها. والزغلول نفسه، الزغلول نفسه الروماني لما بيطلع مظبوط صح من التأكيل من هو صغير، حجمه لما بيوصل للفطام لازم يعدي الكيلو او على الاقل كيلو. ده واحد نسينا نشوف هنديله ايه. ده نديله نقطتين، ده نقطتين كده. ده زغلول روماني برضو، طبعا بيبان من العظم قوي، روماني ماشي. ده عمر 5 أيام 6 أيام كده. ده برضو متحضن تحت قص تاني خالص. بس في حاجة بقى يعني ايه لازم ناخد بالنا منها، ودي الحاجة اللي بتفرق في المتابعة اليومية. اهو اديها جت قدامنا فجأة. الزغلول رجله، نبص على رجل الزغلول دي، رجل الزغلول فيها تانية لما بيحمل اهو، تهيألي واضحة اهو، رجله مكعبشة كده. ده انا ببقى عامل حسابه وانا اتكلمت عنه قبل كده. ده مش هنديله بوبيفيت، ده هي رجل واحدة، لا الرجلين، الصوابع نفسها اهي، الصوابع نفسها فيها تانية. ده بقى بنعمل محاولة معاه، بنعمل معاه ايه؟ ببقى مجهز الفي دروب. الفي دروب احنا برضو اتكلمنا عنه في فيتامينات قبل كده، في حلقة بتاعت الفيتامينات بتاعت الزغاليل. اديله ده، نديله نقطتين في دروب بتاع العيوب الخلقية. نكمل معاه بفي دروب مش بفيت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.